السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بصوا يا جماعة، أنا هنا الغسالة مش حاطة فيها غسيل، أنا هنا بعمل لها دورة خل. دورة الخل دي بعملها كل شهر. تمام. كل شهر حافظة الميعاد بعملها. بجيب إزازة خل مليانة وبحطها في الدرج، بتسحبها مع المية. درج الغسالة بتسحبها مع المية. ده لسه هتطلع اريال لما تتملي خالص كده كأنك حاطة فيها معيار اريال للغسيل بالظبط. تمام. ده يا جماعة مش كلامي انا، ده الفن بتاع الغسالات هو اللي قايل لي عايزة تحافظي على الغسالة بتاعتك كل شهر تعملي لها دورة خل ازازة. يعني لما نجيب ازازة خل مش مشكلة يعني، ب10 12 جنيه عادي. شايفين ده بقى كل اللي فيها ده الاريال ده اللي بيبقى رواسب فيها يا جماعه. فلازم تعملي للغساله بتاعتك كده كل شهر دوره الخل دي. ازازه خل لما نخسر ازازه خل ربنا يعني يحمي الحاجه بتاعتنا كده يا رب ويحافظ عليها. شايفين الصابون الاريال ده لسه هتتملي اريال. هتتملي الاريال اللي هو الرواسب اللي فيها. كل شهر لازم اعملها كده. يعني تيجي مثلا على هي قبل مش تعملي البرنامج من الاول، يعني اعملي من قبل الشطيف يعني كده. تاخد لها نص ساعة كده في دورة الخل اهي. شايفين ده لسه هتتملي، يبقى الباب ده بتاع الغسالة الازاز ده بيبقى يعني مش باين من الرواسب. شايفين الرواسب اللي طالعة ده بالخل. كمان الخل بيعقمها، بيديلها لمعة حلوة من جوه، بيخلي الاستانلس بتاعها ده كأنه لسه جاي جديد. شايفين؟ يا نهار ابيض على الاريال، ده لسه هتتملي. وبتخلي الازاز كمان بتاع باب الغسالة يلمع بصراحة. كمان يعني الخل كمان هو مادة معقمة بيعقم الغسالة. الصابون اعمليها كده تكوني فاضية. هي هتاخد يعني انت هتشغليها وهتسيبيها مع نفسها. انا واقفة كده جنبها عشان بوريكوا بس الاريال اللي طالع ده. ولسه كمان ده لسه. بواصل كأنك حاطة اريال بتغسلي بالظبط. سيبها بقى كده مع نفسها ما تفصل بقى يعني انا كده لسه حطاه يعني حوالي ما كملناش 10 دقايق، والرواسب قد فيها اهي الصابون. الاريال الاريال بيملى الغسالة وده. بعملها يعني بعد يعني قبل الشطيف كده قبل الحرف اللي بيشطف الغسيل ده، يعني بحوالي نص ساعة. باجي كده على حرف الاس وبروح مشغلة عليها حرف السي ده. شايفين الاريا يا جماعة. سيبها بقى مع نفسها واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.